قالوا لي ايه ده؟ هو اللي انتي عاملاه ده حجاب؟ قالوا لي ايه ده، انتي ما ينفعش تبقي مذيعه، اقلعي الحجاب ومن بكره هتكوني احسن مذيعه. قالوا لي ايه ده، حجاب مكبرك قوي. قالوا لي ايه ده، هي الاسبانيش دي حجاب، هي التربون دي حجاب. قالوا لي ايه ده، انتي حاطه ميك اب ازاي وانتي محجبه. قالوا لي ايه ده، الحجاب موحشك قوي، انتي احلى بشعرك ليه ما بتقلعيهوش. قالوا لي ايه ده، انتي بتنزلي البيسين بمايو شرعي، انتي بيئة قوي. قالوا لي انتي مش ستايلش، مش شيك يعني. قالوا لي مينفعش تشتغلي هنا، اصل الشغل ده للي مش محجبين بس. قالوا لي ايه ده، الحجاب مدخنك. قالوا لي ايه ده، شكلك اكبر من سنك، انتي اكبر من جوزك، انتي اكبر من خطيبك، شكلكم مش لاقيين على بعض، لو كنتي بشعرك كان هيبقى احلى كتير. قالوا لي ايه ده، مش هينفع تبقي بتعملي فيديوهات وتنجحي، لو بشعرك تنجحي من بكره. قالوا لي ايه ده، مينفعش تبقي موديل وبتتصوري لانك مش هتنجحي، الموديلنج بيحبوا اللي بشعرهم بس. مش هما بس اللي قالوا لي، نفسي كمان قالت لي كلام من ده كتير قوي وانا واقفه قدام المرايه. قالت لي اقلعيها، قالت لي انتي احلى من غيرها، قالت لي لما كنت بعيط انتي بس الطرحه خانقاكي. قالت لي حاجات كتير قوي. ضغط المجتمع حواليا حسسني ان انا هكون احلى لو قلعت الحجاب، ان حياتي هتبقى اسهل، هجيب فلوس، هشتغل شغل وهمي، هعمل كل اللي نفسي فيه، هعمل فيديوهات واتشهر بسرعه. حتى لما درست اعلام وفرحت جدا وتعينت في قناه ما، اتصدمت في قدوتي لما قال لي مذيع ما برضو اقلعي الحجاب، اصلا انا لو طلعتك بالحجاب انا هظلمك لانك مش هتنجحي. طب ايه الحل؟ اقلعها؟ ده مش حجاب يعني ما تقلعيهوش. حجابي مش صح، حجابي مش الصح 100%، بس مش هقلعه، هحاول اخليه صح، هحاول البس اطول. حجابي مكبرني وشكلي مش حلو، ببص في المرايه بتضايق، لا، هحاول اصلح ثقتي في نفسي لان دي مشكله من جوايا. انا مش هينفع ابقى مذيعه ومش هنجح واشتغل شغل كويس علشان انا محجبه، لا، احاول اخلي مهاراتي تفوق ان الناس تقولي انتي محجبه او مش محجبه، ان هما يتمنوني حتى لو منقبه. يعني مش هخلي المجتمع يكبتني، مش هخلي المجتمع كل يوم وانا محجبه يخنقني بحجابي. انا ما بتكلمش في الموضوع من الناحيه الدينيه، انا بتكلم من ناحيه التفكير. لو حجابي مش صح فانا مش هقلعه، انا بحاول كل يوم اني اخليه صح اكتر. حجابي مش صح مش هقلعه، لا اللبس بيخليكي حلوه، ولا الميك اب هيخليكي حلوه، ولا حجابك هيوحشك. نفسك من جوه وروحك وشخصيتك وتفكيرك هما اللي هيحلوكي. علشان كده ما تزعليش من المجتمع اللي انتي عايشه فيه، اللي بيتعامل معاكي على انك محجبه يعني مختلفه رغم ان ده الطبيعي. ما تزعليش على الناس حتى اللي بتكرهك في حجابك، حتى لو انتي حاسه انك بتعملي حاجه صح ولو 5% يحسسوكي انك بتعملي 0%. فكك من كل الناس دي، انتي حلوه بحجابك، حاولي تحسني حجابك، وانا كمان معاكم بحاول احسن حجابي، هحاول اكون افضل وهحاول انجح وانا محجبه. الكلام ده بقوله لنفسي قبل ما بقوله لكم، لان انا نفسي برضو ضعيفه وانتوا نفسكم ضعيفه، وكلنا بنفكر كتير اننا نعمل الحاجه اللي هي مش صح ومش تمام. مش عيب لما تكوني بتعملي الحجاب دلوقتي غلط، بس الاحسن انك تبقي شايفه ان هو كده صح. انت لازم تكوني شايفه ان حجابك غلط وان انت المفروض تحسني منه، وواحده واحده حسني. اللي بيحل 3 اسئله بس في الامتحان مش زي اللي بيسيب الامتحان والورقه كلها فاضيه. علشان كده ربنا يهدينا ونبقى للاحسن، وكفايه انتقاداتنا وكفايه الكلام اللي ما بياكلش عيش ده، وعيشي حياتك. انت محجبه، ينفع تكوني جميله، ينفع تكوني ستايلش، ينفع تكوني محترمه، ينفع تعملي كل ده.